عارفين اوقات كتير بنفكر ان احنا لازم نفضل واقفين فوق، عاليين، متفوقين، بنلمع. بس الحقيقة ان القاعد على الارض ما بيقعش. ايوه بجد، اللي قاعد على الارض دايما ما بيقعش. يعني ايه ما بيقعش؟ الناس اللي هي عايشة بتواضع، عايشة بهدوء، اللي الحياة بالنسبة لهم بسيطة وهادية ومريحة، اللي مش بيفكروا في الصور الجماعية، اللي مش بيدوروا على الظهور ولا على السوشيال ميديا ولا على الكاميرا ولا على اي حاجة من كل دول الناس اللي ما بيقعوش. ليه ما بيقعوش؟ لان قلوبهم مليانة سلام وطمأنينة وستر. وعشان كده الناس اللي بتكون حياتها بسيطة بيعيشوا حياة بسيطة. لكن تخيل لو فجأة شخص بسيط بقى غني وبقى معاه فلوس ونفوذ وحاجات، تلاقيه حياته اتلخبطت. ليه؟ لأن أحيانا كتير بيكون الشهرة أو النجاح أو الغنى بيخليك إن أنت بتقع، إنما دايما اللي بيقعد على الأرض ما بيقعش. اللي بيقعدوا على الأرض الناس قلوبها بسيطة، مليانة رضا، مليانة أمان، مليانة سلام نفسي وسلام داخلي. بس المهم تقعد على الأرض باختيارك. يعني ما تجيش تكون فاشل ومالكش لازمة وتقول ما أنا قاعد على الأرض. لا، اللي يقعد على الأرض ما بيقعش هو الشخص اللي بيتنازل، هو اللي بيعرف قيمة نفسه ومع ذلك تلاقيه شخص متضع. الشخص ده اللي بيعرف يخسر يعني بكرامته، يعني بيختار ان هو يتضع ويمشي مع كل الناس. شخص ناجح، شخص جميل، بس شخص بسيط، لا بيجرح حد ولا بيأذي حد، لكنه يعني منكسر قدام نفسه. دايما الاشخاص المنكسرين اللي بيكسروا نفسهم بيكون حياتهم بسيطة، بيكون ناس نظيفة وناس حياتهم حلوة. فعشان كده اقعد على الارض علشان ما تتكسرش. اقعد على الارض، اقعد مع الناس البسيطة، اقعد مع الناس الطيبة. اللي قاعد على الارض مش معناها خالص ان هو يعني ضعيف، بالعكس ده معناها انه شخص قوي. معناها انه شخص شايف الدنيا صح وعارف الدنيا صح وعارف الدنيا بحجمها الطبيعي. مفيش حاجة مستاهلة ان انت تشوف نفسك. اللي بيقعد على الارض معناها انه فاهم ان الارتفاع مش دايم وان السقوط وارد. ايا كان ارتفعت ممكن في لحظة تسقط. لكن الخلاصة هي في بداية الفيديو ان اللي بيقعد على الارض ما بيقعش. بس كده، باي باي.